أحيانا الحاجة اللي طول عمرك بتعتمد عليها هي أول حاجة لازم تتخلى عنها عشان تكسب. وده بالظبط اللي حصل لجاك في حلقة The Three Blind Archers. حلقة بسيطة في ظاهرها لكن فكرتها أعمق بكتير مما تبدو. جاك بيواجه 3 رماة عمي لكن هم شايفين المعركة أحسن منه. إزاي حد أعمى يقدر يسيب هدفه بدقة؟ وإزاي مقاتل زي جاك يخسر لأنه بيعتمد على عينه؟ هل المشكلة في العمى ولا في الطريقة اللي احنا متعودين نفهم بيها العالم؟ في الفيديو ده هنفكك فكرة غريبة جدا، إزاي الاعتماد على حاسة واحدة ممكن يعميك عن كل حاجة تانية، وإزاي جاك اضطر يغير طريقة إدراكه بالكامل عشان يقدر يكسب. جاك طول حياته بيقاتل بطريقة واحدة، يشوف خصمه، يقيس المسافة ويضرب. لكن الطريقة دي فيها افتراض خفي إن الرؤية هي المصدر الأساسي للفهم. لو شفت الخصم كويس تقدر تتوقع حركته، لو قدرت تتوقع حركته هتقدر تكسب. وده مش افتراض غريب، معظم البشر بيعتمدوا على عينيهم في إن هم يفهموا العالم. العين بتدينا معلومات سريعة بتخلينا نحدد المسافات، نقرأ الحركة ونفهم إيه اللي بيحصل حوالينا. لكن المشكلة إن الاعتماد الكامل على حاسة واحدة بيخلي بقية الإشارات تختفي. الصوت، الإيقاع، الحركة الصغيرة اللي في الهواء، كل دي معلومات موجودة بس العقل بيتجاهلها، وده بسبب إن هو اتعود على أسهل طريقة للفهم. ولما جاك سمع عن الرماة 3 أول رد فعل ليه كان بسيط جدا، مفيش حد يقدر يحارب وهو أعمى. وده رد فعل طبيعي لأن جاك بيتكلم من داخل النظام اللي هو اتعلمه طول حياته. قبل ما جاك يوصل للرماة، سكوتسمان بيقول له جملة قصيرة لكنها مهمة، إن هو مش هيقدر يهزمهم. الجملة دي بسيطة لكنها بتعكس حاجة نفسية بنشوفها كتير في حياتنا. ناس كتير لما بتفشل في تجربة معينة تبدأ تتعامل مع فشلها كأنه قانون، بدل ما تقولك أنا معرفتش تقولك لا ده مستحيل. العقل بيعمل الحركة دي عشان يحمي نفسه من الإحساس بالفشل. لو الحاجة مستحيلة أصلا يبقى الفشل مش غلطتك. المشكلة إن الفكرة دي بتتحول بسرعة لتعميم. الشخص اللي جرب وفشل يبدأ يقول للناس كلهم إن هم مش هيقدروا، مش بدافع الشر لكن لأن دي حدود تجربته هو. وجاك هنا عمل حاجة مختلفة، هو سمع الكلام لكن ما اعتبرهوش حقيقة، اعتبره مجرد رأي وخلاص. وده فرق مهم جدا، لأن أحيانا أكبر الحواجز اللي ممكن تقف قدام الإنسان مش الواقع نفسه لكن حدود خيال الناس اللي حواليه. أحيانا المشكلة مش في الناس اللي بتحبطك، المشكلة إن العقل البشري نفسه بيحب الأمان. لما شخص بيجرب حاجة صعبة ويفشل فيها دماغه بيحاول يحميه من تجربة الإحساس ده تاني، فبيحول التجربة لقانون. بدل ما يقول الموضوع كان صعب عليا يقول لا الموضوع مستحيل، وبكده بيتحول الفشل الشخصي لحقيقة عامة. وده اللي بيخلي أفكار كتيرة تموت قبل ما تتجرب من الأساس، مش لأن الفكرة مستحيلة لكن لأن أول شخص فشل فيها قرر إن محدش تاني لازم يحاول. ولما جاك أخيرا بيواجه الرماة بيحصل حاجة غريبة، المقاتلين اللي هم مش شايفين بيسيبوا أهدافهم بدقة، وجاك اللي بيعتمد على عينيه بيبتدي يخسر. واللحظة دي مهمة جدا لأنها بتكسر افتراض كان جاك مؤمن بيه طول حياته، إن الرؤية هي أساس القتال. لكن الرماة 3 بيشتغلوا بطريقة مختلفة تماما، هم مش بيحاربوا كأفراد، مفيش بينهم اختلاف واضح، مفيش شخصية مميزة لكل واحد فيهم، كأنهم مش 3 أشخاص، كأنهم نظام واحد بيتكرر 3 مرات. وده جزء مهم في ان احنا نفهم قوتهم، لانهم ضحوا بحاجة كبيرة مقابل الدقة دي، الفردية. مفيش اسلوب خاص، مفيش تعبير شخصي، مفيش اختلاف. هم اتجردوا من كل ده عشان يبقوا جزء من النظام، وده الثمن الحقيقي للقوة اللي عندهم، الدقة الكاملة لكن بدون شخصية. الفكرة دي بنشوفها كتير في الحياة. في نوعين من القوة، النوع الاول هو قوة النظام، الشخص بيتدرب على طريقة واحدة لدرجة ان هو بيبقى شبه الآلة، الدقة بتزيد لكن الحرية بتقل. والنوع التاني هو قوة التكيف، الشخص اللي يقدر يغير طريقته لما الظروف تتغير. الرماة 3 وصلوا للكمال في نظام واحد، لكن جاك كان عنده ميزة مختلفة، هو ما كانش مجرد مقاتل ماهر، ده كان مقاتل قادر على ان هو يتعلم حاجة من جديد. المشكلة ما كانتش في ان جاك فقد بصره، المشكلة كانت ان عقله لسه بيحاول يقاتل بنفس الطريقة القديمة، بيشوف، يقيس، يضرب، لكن الطريقة دي ما بقتش تنفع. وفي اللحظة دي جاك اضطر يعمل أصعب خطوة ممكنة، إنه يتخلى عن النظام اللي اتعلمه طول حياته ويبتدي يبني طريقة جديدة للفهم. بدل ما يعتمد على عينيه بدأ يعتمد على الصوت، على الحركة، على الإيقاع، نوع مختلف تماما من الإدراك.
إدراك ما بيعتمدش على صورة واضحة لكن على إحساس كامل بالمكان، وده الفرق الأساسي ما بين جاك والرماة. الرماة وصلوا للكمال بس جوه النظام، جاك عمل حاجة مختلفة. هو اتعلم النظام لكن ما دابش فيه، فضل محتفظ بقدرته على التغيير، فضل محتفظ بشخصيته. الحلقة مش بتتكلم عن العمى، الحلقة بتتكلم عن حاجة أعمق بكتير، إن الإنسان ممكن يفضل يستخدم نفس الطريقة في الفهم حتى بعد ما تبطل تنفع. الرماة التلاتة اختاروا النظام، جاك اختار التكيف. وأحيانا القوة الحقيقية مش إن أنت تتقن طريقة واحدة، القوة الحقيقية إنك تعرف إمتى تسيب الطريقة القديمة وتتعلم تشوف العالم بشكل مختلف. السلام عليكم، ازيك، عامل ايه؟ اتمنى تكون بخير. كنت عايز اتكلم بس في كام نقطة بخصوص الحلقة. خليك زي جاك، على قد ما تقدر خليك زي جاك. جاك عمل 3 حاجات مهمين. اول حاجة واهم حاجة ان هو ما سمعش كلام الناس. عايز اقولك ان دي ممكن تكون اهم حاجة في حياتك انت ممكن تعملها، ان انت ما تسمعش كلام الناس. مش معنى ان حد فشل في حاجة ده معناه ان انت ملزم ان انت تفشل زيه. انت مش هو ولا هو انت. احنا مدركين ان ممكن النصيحة دي تكون جاية عن محبة او خوف، يقول لك اتس تو ريسكي، انت هتآمر بحياتك وكده. بس صدقني ان انت تروح وتحاول وتجرب ده احسن مليون مرة. حتى لو كنت هتفشل مفيش اي مشكلة صديقي، دي حياتك انت، دي احلامك انت، فعيش حياتك. ما تعيش حياة غيرك وما تخليش حد يعيش حياتك مكانك. وتاني نقطة عايز اتكلم فيها، وان الفشل لازم نبصله بطريقة مختلفة. ان الفشل ده ما بيبقاش نهاية حرب، هو نهاية معركة. فانت ما تبصش على الفشل ان هو خلاص نهاية المطاف، لان انا كنت بعمل كده بس نو this is wrong. اياك تعمل كده. فحتى لو جالك، يعني حتى لو الفشل جالك، تقبله بصدر رحب. طب يا سيدي انت مش عايز تتقبله بصدر رحب، ايه المشكله؟ ما احنا بشر، احنا بنزعل وبنتضايق. يعني انت من حقك ان انت تزعل، من حقك ان انت تكون قرفان وعلى اخرك. حبيبي اتس نورمال، والله العظيم امور طبيعيه جدا جدا. لان انا كزياده اهو، انا بيحصل لي كده شويه مواقف ان انا بتضايق عشان بتضايق. يعني اللي هو بعمل نفسي اللي هو انت يا حيوان انت، وانا باصص لك اهو، انت ازاي تزعل؟ فاهم الفكره؟ كبيش. والنقطة التالتة ان هو ادرك ان الحل القديم مش شغال. يعني انا عن نفسي ودي تجربة شخصية، وبرضه مش بعمم الامر على اي حد. بسبب العناد اللي كان عندي انا ما شفتش اي حاجة. بسبب العناد اللي عندي انا ما شفتش الصورة كاملة، ما ادركتش ايه اللي بيحصل حواليه، ما شفتش اي حاجه. انا قاعد بعاند وخلاص. انا قاعد بجرب نفس الحل مره ويفشل، او اجرب نفس الحل تاني ويفشل تاني، واجرب نفس الحل تاني. قاعد فلوب ما بتخلصش. اقسم بالله العظيم ما بتخلصش. وساعتها بقى، يعني شوف بقى، اقتدي بجاك اللي انا ما اقتديتش بيه خالص. ساعتها انا فشلت. ساعتها بقى انا فشلت فشل ذريع، خلاص اتس اوفر فور مي. بس في نفس الوقت زي ما بقول لك ان الفشل ده مش نهاية الحرب. انا اتعلمت اهو. ايه المشكلة؟ اتعلمت وهنشوف حلول اخرى الى اخره. فما تبصش على الفشل ان هو نهاية المطاف، لا، تتعلم منه كتير. والله العظيم انت لو، يعني انا بقول لك روح افشل يا اسطى، تعالى روح افشل وتعالى. رمضان كريم، وسبسكرايب.